هنعمل النهاردة حاجة حلوة قوي، الرواني او كيكة البسبوسة. ناس كتير قوي بتحبها، طريقتها سهلة وطعمها حلو قوي وما بتاخدش وقت في التحضير. اول حاجة هنجهز الشربات بتاعها. هنضيف كوباية سكر وكوباية مية وهنرفعهم على النار يغلوا لحد ما نعمل الكيك. في بولة هنزل ب3 بيضات وعليهم معلقة صغيرة فانيليا وكوباية الا ربع من السكر. هخلطهم كويس قوي مع بعض لحد السكر ما يدوب واللون يكون فاتح بالشكل ده. بعدين هنزل عليهم بنص كوباية زيت وعلبتين من الزبادي، نقلبهم مع بعض دقيقتين كده كمان. وبعدين هضيف المكونات الجافة دلوقتي. عندي كوباية دقيق ابيض وكوباية من دقيق السيمولينا اللي هو السميد او دقيق البسبوسة، وعليهم نص كوباية من جوز الهند ومعلقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح صغيرة. وبمضرب يدوي هنخلطهم مع بعض، بس مش هنقلب كتير عشان الجلوتين اللي في الدقيق الابيض ما يشتغلش. وفي صينية متبطنة بسمنة ودقيق هنزل بالخليط بالشكل ده وبخبطها كده تطلع الهوا، وهدخلها بقى فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة لحد ما تستوي. هنا بقى الشربات كان غلى، هضيف عليه بقى عصير نص ليمونة ومعلقة صغيرة فانيليا. وده هنا الكيكة بعد ما استوت وخرجتها من الفرن. هبدأ بقى انزل عليها بالشربات، ممكن تقطعوها قبل ما تحطوا عليها الشربات، بس وهي سخنة بتتشربه وبتطرى. هنقطعها بقى مكعبات بالشكل ده، والتزيين بقى زي ما تحبوا. انا حطيت عليها جوز هند، وده كده شكلها عالية وهشة، طعمها خطير، لازم تجربوها وبألف هنا.